في صباح يوم 28 مارس سنة 1985 الناس في منطقة عزبة النخل بيكونوا رايحين على شغلهم، لكن بيتفاجئوا بمشهد مرعب بيغير حياتهم تماما وبيسبب لهم رعب طول الفترة الجاية في حياتهم. وده لأنهم شافوا جثة عايمة على وش المية في ترعة التوفيقية في عزبة النخل، وباين كمان عليها إن هي مقتولة بطريقة بشعة. ولما بيبلغوا الشرطة بيكتشفوا مفاجآت مرعبة عن أخطر سفاح شافته مصر كلها واللي قتل أكتر من 30 ضحية. لو عايز تعرف تفاصيل اللي حصل كمل الفيديو معايا للآخر. اللي حصل ان الشرطه لما جت وطلعت الجثه من الميه كانت الجثه اتحللت لانها بقالها فتره كبيره جدا في الميه، وكان منظرها بشع جدا واجزاء منها متاكله، وطبعا مش معروف مين الشخص ده اصلا لانه ملامحه تقريبا بقت ممسوحه من كتر ما الجثه كانت موجوده في الميه. الاهم من ده كله هي الطريقه اللي اتقتل بيها الشخص ده، لانهم لما خرجوه من الميه كانت ايده متكتفه ورا ظهره وفي علامات خنق بحبل قوي جدا على رقبته. واضح ان الضحيه قاومت بشده لان في كدمات على ظهر الجثه نتيجه للضرب الشديد. الشرطه بعتت الجثه للطب الشرعي علشان يعملوا عليها تقرير ويتحاولوا يتعرفوا على صاحبها، واكد الطب الشرعي ان الضحيه دي ماتت بالخنق وان الجريمه حصلت من يومين، والجثه طول الفتره دي كانت في الميه علشان كده اتحلل جزء منها. وهنا بدات الاراء تتجه ان اللي قتل الراجل ده هو واحد من اعدائه، وكانت التحقيقات ماشيه في سكه ان هم عايزين يعرفوا مين اصلا صاحب الجثه دي ومين هم الاعداء اللي ممكن يموتوه بالشكل ده. لكن بعد يومين حصلت حاجه غريبه غيرت كل التوقعات. في ناس كانت بتتمشى الصبح بدري في الارض الزراعيه في منطقه المطريه، والارض دي كانت مزروعه قمح. فجاه قدامهم بيلاقوا جثه مرميه في الارض ومتكتفه برضو من ايديها ومخنوقه من رقبتها بحبل قوي جدا، بالظبط نفس شكل الجثه اللي لقوها في الترعه من يومين. طبعا بلغوا الشرطه فورا اللي جت تحقق في الموضوع، وهنا اتقلبت الموازين لحاله من الرعب سيطرت على اهالي المنطقه بالكامل بسبب التشابه اللي لقوا عليه الجثتين، واللي بيأكد ان في علاقه ما بينهم هما الاتنين. وطالما طريقه القتل واحده فمعناه ان القاتل هو برضو واحد، لان في تحقيقات الشرطه اكتشفوا ان الاتنين اتقتلوا في نفس السن تقريبا وهو سن الثلاثينات، وبنفس الطريقه تقريبا ان هو بيتكتف الايد من ورا وبيتخنق بحبل قوي جدا على رقبته. وكالعاده الجثه كانت بقالها يومين في الارض فكانت الكلاب بتاكل منها، علشان كده الشرطه لقت اطراف القتيل متاكله بطريقه بشعه، وكمان كان في اجزاء من الجثه بدات تتحلل. لكن الغريب ان في التحقيقات اكتشفوا ان الجثتين ملهمش اي علاقه ببعض. المهم ان التحقيقات فضلت شغاله في الموضوع، لكن بدأت الأهالي تترعب بعد ظهور الجثة التانية اللي اتقتلت بنفس الطريقة. ولسه يدوب الشرطة بتحقق في الموضوع وبيشوفوا حكاية الجثتين اللي لقوهم، إلا كمان وبعد 3 أيام بيلاقوا جثة جديدة. الشرطة ساعتها بيجيلها بلاغ بإن في واحد في مدينة السلام بيلاقي شخص مقتول ومرمي على وشه في منطقة مهجورة، وبرضه بيلاقوه مقتول بنفس الطريقة وهو متكتف من الإيد من ورا ومخنوق بحبل قوي جدا على رقبته. وشكله كده القاتل ده متخصص في منطقة شمال القاهرة، لأن كل الضحايا اللي لقوها كانت موجودة في منطقة شمال القاهرة. الناس كلهم كانوا مرعوبين ومش عارفين ازاي يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي، ان كان كل يومين 3 يلاقوا جثة مقتولة بنفس الطريقة. طبعا الموضوع ده عمل ضجة كبيرة جدا في مصر كلها، والناس بدأت تشتكي في كل مكان لحد ما القضية اشتهرت جدا وبدأت الصحافة والإعلام يتكلموا عنها. وهنا كان لازم القضية تتقلب قضية رأي عام، ده حتى وزير الداخلية ساعتها طلع واتكلم في التلفزيون عشان يطمن الناس ويقول لهم ان هم هيحلوا القضية دي في أسرع وقت ممكن، وانهم بدأوا يحلوا القضية ويقبضوا على السفاح. وفي نفس الوقت كانوا كل يومين يلاقوا جثة مقتولة بنفس الطريقة، لدرجة ان الناس ساعتها قرروا ان هم مش هيخرجوا بالليل نهائي، وكان كل واحد يجيب احتياجاته في فترة الصبح بس، وبعد المغرب كان الكل يرجع على بيته ويقفلوا الشبابيك ويقفلوا الابواب علشان محدش يقدر يوصل لهم. الموضوع ده اصلا استمر لفترة طويلة وصلت لحد 2 سنين كاملين، وكان كل فترة في خلال السنتين دول كانوا بيلاقوا جثة لحد ما وصلت الجثث لاكتر من 20 جثة، والتحقيقات كانت شغالة وما يعرفوش اصلا مين السفاح اللي بيعمل العمليات دي، لحد ما حصلت حاجة جديدة غيرت كل الاحداث. اللي حصل ان الرعب ساعتها كان مسيطر على مصر كلها، وطبعا السياح اللي في مصر كانوا عرفوا بالموضوع، وهنا ساعتها السياحة قلت وده اثر كتير على الاقتصاد المصري، خاصة بعد ما نشرت BBC اخبار عن الرعب اللي حاصل في مصر، وبدأت ساعتها تحذر المواطنين عن زيارة مصر في الوقت ده. المهم ان الموضوع ده بدأ يتعقد اكتر واكتر، وكانوا بيلاقوا جثث طول الفترة دي لحد ما وصل العدد سنة 1987 ل 27 جثة، وكلهم بنفس المواصفات. رجالة شباب في الثلاثينات من عمرهم بيموتوا بنفس الطريقة، ايديهم متكتفة لورا ومخنوقين بحبل على رقبتهم. وهنا كان لازم الحكومة تتصرف بشكل أسرع من كده وتحاول بأي شكل من الأشكال إنها تقبض على السفاح وتنهي حالة الرعب اللي موجودة في مصر. ساعتها الشرطة انتشرت في كل مكان وعملت كمان في كل حتة وفي الأماكن الزراعية كمان، وبقى من حق الشرطة إنها تقبض على أي حد شك فيه إن هو ممكن يكون السفاح لو كان أصلا بيتصرف تصرفات غريبة
وساعتها لازم تعمل معاه تحقيق على طول. والاجراءات ساعتها كانت مشدده جدا جدا على الكل، والحكومه ساعتها كانت بتقبض على ناس مشتبه فيها كتير وبتعمل معاها تحقيقات مستمره، لكن بعد شويه بتخرجهم واحد ورا التاني لان هم ملهمش علاقه بعمليات القتل اللي حصلت. بس نتيجه الكمان والقوات المنتشره في الاراضي الزراعيه كانت نتيجه ايجابيه، لان في ليله العساكر الموجوده في الاراضي الزراعيه بتسمع حركات غريبه، ولما بيروحوا للمكان اللي سمعوا فيه الصوت الغريب ده بيلاقوا المفاجاه، جثة جديدة متكتفة بايديها من ورا ومخنوقة بكوفية على رقبتها. بس المفاجأة ساعتها ان الجثة دي كانت لسه عايشة، وهنا بينقلوه على المستشفى لان هو الشاهد الوحيد اللي معاهم. لكن للأسف اول ما بيوصل المستشفى بيخش في غيبوبة وبيفضل فيها فترة طويلة. لكن بعد ايام ادارة المستشفى بتتصل على الحكومة وبتقول لهم ان الضحية دي بتفوق دلوقتي، فبتروح على طول قوة من البوليس على المستشفى علشان يبدأوا التحقيق معاه. فبيبدأوا يسألوه هو ايه اللي حصل، فبيقول لهم انه مش عارف اي حاجة خالص ولا يعرف حتى مين ده، لكن كل اللي فاكره ان هو كان ماشي ساعتها في الشارع بس اتفاجئ براجل لابس جلابية وبيوقفه وبيقول له انه مشتبه فيه ولازم يجي معاه دلوقتي على القسم عشان يحققوا معاه. الراجل بيستغرب وبيقول له ان هو ما عملش حاجه عشان يشتبهوا فيه اصلا، فالراجل قال له ان هو مخبر من الشرطه وبينفذ الاوامر وبس. وفجاه طلع من جيبه مسدس عشان يخليه يمشي معاه. الراجل ساعتها صدق فعلا ان هو مخبر من الشرطه وفضل ماشي معاه. الغريب ان هو وداه ارض زراعيه بعيده جدا، وفجاه وقفه وقال له خلاص احنا قربنا نوصل لاسم الشرطه، وبيقول له ساعتها انت صعبان عليا علشان كده انا هعمل معاك خدمه. فبيقول له ان هو لو دخل للظابط وايديه متكتفه لورا هيبان ان هو مظلوم، علشان كده بيقول له ان انا هربط ايديك من ورا قبل ما نوصل لاسم الشرطه. وبالرغم ان هو طلب غريب بس الراجل وافق عشان يخلص بسرعه لانه عارف ان اليومين دول الشرطه بتقبض على اي حد مشتبه فيه. بس المشكله ان هو لما بيديله ايديه عشان يكتفه من ورا فجاه بيزقه على وشه وبيرميه في الارض. ساعتها بيتاكد ان ده السفاح اللي بيقتل الناس وان هو بيضحك عليه. ساعتها السفاح اخد الكوفيه من الراجل وخنقه بيها، وقتها الراجل اغمى عليه، فالسفاح افتكر ان هو مات فسابه وهرب بسرعه. ودلوقتي الشرطه عرفت الطريقه الجديده اللي السفاح بيستدرج بيها الناس، وهنا بيستدعوا واحد رسام علشان يرسم السفاح زي ما هيقول الضحيه دلوقتي. وفعلا الضحيه بتوصف السفاح بمنتهى الدقه، وبتتعمل رسمه دقيقه جدا للسفاح وبتتوزع في كل اقسام الشرطه وعلى كل الضباط. وبكده يكونوا تقريبا حلوا القضيه بانهم عرفوا ملامح السفاح والطريقه اللي بيستدرج بيها الناس. لكن للاسف مع التحقيقات الشغاله والرسومات اللي موجوده والصور للسفاح لكنهم مش عارفين يوصلوا ليه، ولا عارفين اسمه ساعتها ولا هو منين، ومش عارفين هو اصلا بيعمل كده ليه. لكن لحسن الحظ ان بعد 3 ايام بالظبط بتحصل المفاجأة اللي بتنهي القضية دي للأبد. اللي حصل ان اهل المنطقة بيتجمعوا على صوت خناقة قوية جدا ما بين اتنين. بيلاقوا ان واحد منهم بيقول للناس ان الراجل ده بيقول ان هو مخبر وان هو مشتبه فيه وعايز ياخده للاسم، بس الغريب ان هو بيطلب مني ان انا اكتف ايدي قبل ما اروح الاسم. المضحك بقى ان هو ما يعرفش ان انا مخبر وعارف الاجراءات كويس، ومفيش حاجه اسمها ان هو يقبض على حد عشوائي ويوديه الاسم ويكتف ايديه. علشان كده عرف ان الراجل ده نصاب ومسك في خناقه. طبعا من كتر الدوشه اللي حصلت الضابط اللي في المنطقه بيروح على مكان الخناقه. طبعا الضابط ساعتها كان عارف مواصفات السفاح والطريقه اللي بيستدرج بيها الناس، علشان كده بيشك فيه وبياخدهم هما الاتنين على الاسم. وهنا بقى هنكتشف كل المفاجآت. طبعا في الاسم اول ما بيشوفوا الراجل ده وبيقارنوه بالصور اللي معاهم بيطلع طبق الاصل نفس الصورة. هنا بيتأكدوا ان هو ده السفاح، لكن عشان يتأكدوا اكتر بياخدوه على الضحية اللي موجودة في المستشفى. واول ما بيدخلوا بيه على الضحية اللي في المستشفى بيصرخ في وشهم وبيقول لهم هو ده اللي كان عايز يقتلني، هو ده السفاح. طبعا بكده يكونوا حلوا القضية ووصلوا للسفاح اللي رعب مصر لأكتر من 2 سنين. وهنا بيبدأوا التحقيقات معاه لفترة طويلة. فبيقول لهم ان هو اسمه سليمان عبد الرحمن سليمان من محافظة اسيوط. فورا الشرطة بتبعت قوة على محافظة اسيوط علشان يجيبوا كل تفاصيل حياته. ومفاجأة انهم اصلا بيلاقوه مسجل خطر وعليه قضايا كتير، سطو مسلح وقتل ونصب، وانه خرج من السجن يوم 23 مارس سنة 1985. وبعدها بيومين 3 ارتكب اول جريمة ليه واللي اكتشفوها يوم 28 مارس. المفاجأة بقى ان هو بدأ يعترف بكل جرايمه، والمفاجأة الأكبر إن هو كان قاتل برضو ناس كتير في أسيوط بس محدش يعرف عنهم حاجة، وكان قاتل أكتر من 40 بني آدم، وكان ساعات بيرمي الناس دي في البلاعات. الغريب بقى إن السفاح أصلا كان بيوصف الناس دي كويس وكأنه بيوصف إنجازاته، خاصة إنهم لقوا إن هو كان بيسرق من الضحايا حاجات بسيطة، ساعات وخواتم، بس ما كانش بيسرق فلوس خالص. هنا بيقول لهم إن هو ما كانش عايز فلوس، هو كان عايز تذكار من الجثث اللي بيقتلهم.
وكان بيقتلهم في سن ال30 لانه هو برضه تلاتينات زيهم، وانه كان عايز ينتقم من اصحابه في الناس اللي كان بيقتلهم دول، لانه من طفولته اصحابه كانوا بيتريقوا عليه وبيقولوا عليه انه هو ضعيف وما بيقدرش يعمل اي حاجة ولا هيكون في يوم من الايام راجل. فقرر ان هو يبين لهم ان هو اقوى واحد فيهم واغنى واحد كمان. علشان كده كان بيقتل اي حد في التلاتينات من عمره علشان يثبت لنفسه ان هو اقوى منهم. وهنا بتعمل محاكمة علنية للسفاح وبيتحكم عليه الاعدام في خلال 3 ايام علشان تعلن الدولة نهاية الرعب اللي هدد الناس لسنين. لكن المفاجآت لسه ما انتهتش لحد هنا. بالرغم ان هو اتحكم عليه بالاعدام لكن الحكم لسه ما اتنفذش. كمل معايا الفيديو للاخر وانا هقولك ازاي. بعد ما خلاص اتحكم عليه بالاعدام ودخل الزنزانة الانفرادي اللي قعد فيها يومين، وفي اليوم الثالث كان ميعاد تنفيذ حكم الاعدام. في كل مرة كان بيتنفذ فيها حكم اعدام على شخص في السجن كانت بتترفع الاعلام السوداء. فبعد ما رفعوا الاعلام السوداء ورايحين ياخدوا المسجون عشان يتنفذ فيه حكم الاعدام، كانت المفاجأة انهم لقوا المسجون ميت خلاص. والغريب ان هو ميت على وشه زي ما كان بيقتل الضحايا الابرياء. وهو ده كان الانتقام الالهي، انه مات بنفس الطريقة. وطبعا بيعملوا تحقيقات عشان يعرفوا هو انتحر ولا لا. اكتشفوا ان هو مات بعد توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ ومن غير مقدمات. ودي كانت اغرب قضية واجهتها الحكومة والشعب في كل احداثها وكمان في نهايتها. لكن ساعتها انتهى الرعب اللي هدد الناس لسنوات طويلة. لو عجبتكم القصة وعايزين تشوفوا وتسمعوا قصص زي دي كتير، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان اول ما ينزل فيديو تكون اول واحد بتشوفه. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.